الحكاية بتبدأ في عز الشتاء القاسي في جبال كولورادو. هناك في اعتقاد قديم جدا بوجود كائن شرير ساكن في الغابة. الأساطير بتقول إنه بيظهر في أوقات الجوع والعوز علشان يعاقب الناس اللي تسول لهم نفسهم إنهم ياكلوا لحم بعض. ولو الكائن ده ظهر لك في الحلم فده معناه إن خلاص الوقت فات، وإن الضحية دي مصيرها محتوم إنها تعيش وحش مفجوع ما بيشبعش أبدا وسط الغابة دي. في المشهد اللي بعد كده بنشوف خيال عربية تحت التلج وخط دم أحمر ماشي لحد ما بينتهي في بركة دم صغيرة. قبلها بكام يوم ديفيد بيترسون كان بيستعد إنه يسافر بعربيته رغم إن الأرصاد كانت محذرة من عواصف ثلجية ودرجات حرارة تحت الصفر. وهو مكمل في طريقه قرر يقف يرتاح شوية لما شاف يافطة مطعم صغير على الطريق. جوه المطعم كان في ويتر اسمها آنا بتخلص تقديم الأكل لجين، وده موظف تبع المدينة كان مع ابنه. آنا بصت في موبايلها لقيت 13 مكالمة فائتة ورسالة واحدة وقحة جدا، وشها اتملى بالرعب لما عرفت ان اللي بيحاول يكلمها هو فينس جوزها اللي طلقها. ديفيد وصل في اللحظة اللي جين كان بيسلم فيها على آنا وبيطلب الأكل، لكنها حذرته وقالت له ان الطباخ مشي بسبب العاصفة. فديفيد اضطر يرضى بحتة فطيرة وخلاص. ولما آنا مدت ايديها علشان تديله الفطيرة شاف كدمة زرقاء على دراعها، حاولت تداريها بسرعة لكن مخاوفها اتحققت وبقت حقيقة لما شافت عربية فينس جاية المطعم. الراجل اقتحم المكان وهو بيزعق وبيشتم وبيشتكي من المكالمات اللي مردتش عليها. الخناقة كانت بسبب بنتهم اللي آنا بتحاول بكل الطرق تبعدها عن أبوها السكير ده. ولما مسك دراعها وبدأ يهز فيها جامد صوت حازم قال له الأحسن إنك تبطل لحد كده. فينس التفت وشاف الزبون الوحيد اللي قاعد، اتجنن من جرأة الغريب ده وقرب من ترابيزة ديفيد. بعد ما كب فنجان القهوة اللي في إيده فينس تف على حتة الفطيرة وقال لديفيد كلها يلا، وطلع سكينة وبيهدده. بهدوء ومن غير ما يتوتر ديفيد شرح له انه سمع الخناقة واقترح على فينس انه يروح بيته وينام دلوقتي، وانه عمره ما هيشوف بنته تاني لو اذى اي حد النهارده. النصيحة دي جابت نتيجة وفينس ساب المطعم وهو بيبرطم بتهديدات مش مفهومة. وقبل ما يمشي خالص راح شايط مراية عربية ديفيد الجانبية برجله. أنا اعتذرت لديفيد عن الموقف وعرضت تحضر له الوجبة اللي كان عاوزها كرد للجميل. وبعد كام دقيقة ديفيد لزق المراية المكسورة بشوية شيكرتون وكمل طريقه. المحطة اللي جاية كانت بنزينة وقرر يعدي على الكشك الصغير اللي فيها. ما كانش يعرف ان فينس لسه قريب منه عمال يبلع في كنزات بيرة ورا بعض. حساب ديفيد في الكشك عدى $50 بشوية، وكان ماسك الفلوس دي كاش في ايده، فاضطر يستغنى عن بسكوتة كان هيشتريها. ولما الموظف قال له انه ممكن يحسبها على الفيزا كارد ديفيد لمح وهو بيهزر ان مراته معاها الكارت التاني ومش لازم تعرف كل حاجة بيعملها. وفي نفس الوقت ده فينس لمح عربيته وهي راكنة عند البنزينة وضرب فرامل، لكنه شاف عربية بوليس جاية تمون في نفس اللحظة. واحد من الضباط راح يكلم ديفيد وأمره انه يصلح المراية الملزوقة اي كلام دي فورا قبل ما ياخد مخالفة. فينس ما لقاش فرصة يهجم عليه وهو هناك، فاستنى لحد ما ديفيد مشي وبعدين بدأ يمشي وراه. ديفيد ما أخدش باله من الضيف التقيل اللي ماشي وراه ده غير لما التاني كان تقريبا خلاص هيدخل فيه بعربيته النقل، بس علشان ديفيد كان فايق ومش شارب ده اداله أفضلية انه يبعد عنه بسرعة. أول ما فينس ما بقاش شايفه ديفيد حود حودة جامدة وطفى أنوار العربية على أمل إن العدو بتاعه ما يشوفوش. الخطة نجحت وشاف عربية فينس عدت طوالي، لكن دلوقتي ديفيد كان قلقان وعاوز يهرب بأي طريقة لدرجة إن عربيته اتزحلقت منه على الطريق واتغرزت في التلج. بدأ الرعب يدب فيه لما لقى نفسه مش قادر يطلع من المأزق ده، مش بسبب فينس لا، ده كمان العاصفة التلجية كانت بره في عزها وكان بيلاقي صعوبة وهو بيقاوم الهواء علشان يوصل للكاوتش اللي قدام. ايديه كانت خلاص هتتجمد وهو بيبدأ يشيل التلج من على العجل. حالته وهو راجع العربية كانت تصعب على الكافر، أخد وقت طويل قوي علشان يتدفى شوية. وفوق كل ده موبايله ما كانش فيه شبكة، ما كانش قدامه اختيارات كتير، فعمل كل اللي يقدر عليه علشان يحافظ على بطارية العربية على قد ما يقدر لحد ما العاصفة تهدى شوية. في الوقت ده بدأ يسمع صوت تقيل جاي من مكان قريب قوي كأنه صوت خطوات رجل أو خبط. ما كانش قادر يشوف أي حاجة من الشباك، بس فضل إنه ما يخاطرش ويطلع بره بالسرعة دي، لدرجة إنه عمل حمام في إزازة بلاستيك جوه العربية. لما الهواء هدي أخيرا اتشجع وفتح باب العربية اللي كان خلاص اتغطى بالتلج ومعاه منظار، ولمح دخان طالع من حتة مش بعيدة قوي. اتبسط بالمنظر ده وراح ناحية شنطة العربية. وهنا بنكتشف الحقيقة المرة. بعد المقابلة اللي حصلت مع آنا في المطعم ديفيد استغل الموقف ده علشان يخطفها. تجاهل تماما حالة اليأس والانهيار الواضحة عليها. بكل برود قال لها ما تتحركش ورزع الباب تاني. حركة الندالة دي كلفته غالي قوي لأن آنا أخدت بالها إنه هيبعد عنها شوية وبدأت تصارع علشان حريتها. بسرعة قدرت تفك ايديها من اللزق وبدأت تخبط على شنطة العربية وتصرخ وتطلب المساعدة،
ديفيد كان بعد خلاص لما ايدها اخيرا قدرت تكسر الحاجز الخفيف اللي فاصل بين الشنطه والكنبه، وفكت جزء من الكنبه الخلفيه وزقت كرسي اطفال كان محطوط له قدام، ورفعت جسمها لفوق في الوقت المناسب علشان تشوف ديفيد وهو راجع. وهي مرعوبه جريت فتحت الباب على اخره وطلعت تجري باقصى سرعه عندها. لحسن حظها ديفيد كان ضعفان قوي وتعبان، واخد وقت على ما قرب من العربيه، وكان لسه ما خدش باله ان الرهينه بتاعته هربت. بس آنا نفسها ما قدرتش تكمل جري بنفس السرعة دي وسط العاصفة التلجية، ووقعت على ركابها على الأرض. بصت وراها بنظرة كراهية صافية وقررت تغير الاستراتيجية بتاعتها. في نفس الوقت ده ديفيد وهو ماشي حط رجله غلط وغرزت في حفرة، وده خلاه يتصاب جامد في رجله. فضل مرمي على التلج بيصرخ من الألم في الوقت اللي آنا رجعت فيه للعربية وقفلت الباب تاني، وكانت بتترعش من البرد لحد ما استعادت قوتها شوية. وبعدها بدأت تفتش في العربية شوية ولقت الشكرتون أو اللزق اللي ديفيد كان رابطها بيه وإزازة كلوروفورم. بره العربية الكون كأنه بدأ يعاقبه على أفعاله، وهو سايب وراه خط دم أحمر طويل كان بيزحف بصعوبة رهيبة في التلج لحد ما وصل للعربية. ما كانش فيه أي أثر لآنا لما فتح الباب وقعد على كرسي السواق وهو بينهج جامد. دور العربية تاني علشان يدفي إيديه، وهو مش واخد باله ان الضحية بتاعته مكورة نفسها ومستخبية ورا الكرسي بتاعه بالظبط. ديفيد طلع سكينة من جيب الجاكيت بتاعه، اخد نفس عميق وبدأ يقطع حتة من بنطلونه. شكل الجرح كان مقرف لدرجة انه اتأوه بقرف وبص بعيد للحظة قبل ما يعض على دراع السكينة ويرد العظمة بتاعته بالعافية وبخشونة. أنا وهي لسه مستخبية في نفس المكان شافته وهو بيسيب السكينة على الكرسي اللي جنبه، وعرفت انها لازم تتصرف بسرعة. لكن في اللحظة دي هو لمح تابلوه العربية مفتوح وشك ان في حاجة غلط. ظبط المراية علشان يتأكد من شكوكه، برضه ما قدرش يشوفها، لكنه سمع صوت خروشة خفيفة جاية من الجاكيت بتاعها وهي بتطلع ازازة الكلوروفورم من جيبها. لما ادرك الخطر بدأ يمد ايده علشان ياخد السكينة، لكن آنا طلعت اسرع منه، هجمت عليه من ورا الكرسي وحطت فوطة مبلولة بمادة الكلوروفورم على وشه. وهو مفزوع ديفيد بدأ يقاوم، وهي اضطرت تمسكه بكل قوتها لحد ما فقد الوعي. بعد شوية وقت لقى نفسه مرمي على وشه في التلج قدام غزالة ضخمة مذبوحة. بس أول ما بص على الدم اللي على ايديه الكابوس انتهى. لما صحي بجد لقى نفسه مربوط في الكرسي من رقبته وايديه مربوطة في الدريكسيون. أنا استخدمت كل أدوات الخطف بتاعته علشان تاخده هو اللي رهينة. دلوقتي كمان كانت حاطة السكينة على رقبته وبتطالبه بإجابات. ديفيد ادعى انه مش قادر يقول لها هما فين لأنه تاه في العاصفة، وقال لها كمان انه قبل ما يرمي الموبايل بتاعها استخدم صباعها علشان يفتحه، وده سمح له يبعت رسالة لأمها بيكذب فيها وبيقول ان أنا راحت تزور فينس، وده غالبا طمن اي قلق ممكن يكون حصل بسبب تأخيرها. أنا اتجننت من الحركة دي جدا، وزاد توترها اكتر لما شافت انه موبايله هو كمان ما فيهوش شبكة ومش شغال. بعد ما الأسئلة المهمة خلصت دخلت في استجواب شخصي اكتر وسألته إذا كان خطف ستات تانيين قبل كده. ديفيد حلف إنه ما عملش كده، لكن الكذبة دي ما صمدتش كتير. أول ما بدأت تسأله عن إزازة الكلوروفورم صحح لها المعلومة وقال لها إن دي مادة تانية. على كلامه الكلوروفورم مفعوله بطيء والضحايا بيلحقوا يضربوا ويرفصوا على قد ما يقدروا، ده غير إن مفيش طريقة تتحكم في سرعة استنشاقهم للمادة دي وممكن تموتهم قبل ما هو يتسلى بيهم. أنا كانت بتقرف أكتر وأكتر وهي بتسمعه، وكانت مستفزة من هدوءه وبروده كأنه لسه هو اللي مسيطر على الموقف. بدأ يشرح لها إنها مش حرة زي ما هي فاكرة، وإن خروجها من العربية دلوقتي ممكن يكون مميت، وكمان مش هي اللي مسيطرة علشان السكينة ما بتنفعش إلا مع اللي عنده الجرأة يستخدمها. لكن ثباته الانفعالي ده اتهز شوية لما أنا أظهرت معرفتها بالبرد القارس وحكيت له خطتها بالتفصيل. هي ناوية تستنى لحد ما أسوأ جزء من العاصفة يعدي وبعدين هتفتح بيبان العربية على آخرها قبل ما تمشي. الشك الوحيد هيبقى هل الحيوانات المفترسة هي اللي هتخلص عليه وهو لسه بيتنفس ولا لأ. هنا بس ديفيد أدرك إنه مش عارف هو بقاله قد إيه فاقد الوعي، وإن العربية كانت دايرة طول الوقت ده. بدأ يستعطفها بإنهم في مركب واحد ومصيرهم مشترك، وأقنع أنا إنهم يحافظوا على البطارية لأنهم مش عارفين ممكن يقعدوا هنا ساعات ولا أيام. بعدها أنا بدأت تحاول تدور على أي معلومات عن اللي خاطفها ده، بس ما لقيتش حاجات كتير في محفظته، وده بيبين إنه هو نفسه كان أمكر وأخبث. نادى عليها باسم بنتها إيلا، ده خلاها تثور من الغضب ورمت كرسي الأطفال اللي كان في العربية لبره بعد ما استنتجت إن مفيش أطفال عنده ولا حاجة، وإن دي مجرد طريقة تانية علشان يخدع بيها الستات ويخليه يبان إنه مش مفترس قوي. وهو لسه بيحاول يستفزها حذرها إن مش هيبقى سهل عليها تفضل صاحية في البرد ده بعد كل اللي مرت بيه، ومن غير ما تحاول تنكر نظريته دي فضلت إنها تضمن إن هو كمان هيبقى فاقد الوعي، واستخدمت الفوطة تاني علشان تخليه يغمى عليه.
نفس الكابوس المرعب دخل دماغه تاني، بس المرة دي بتفاصيل أكتر. غير إن إيديه كانت وسخة، بقى في سرسوب دم نازل من بقه كمان، وبدأ يسمع همس مرعب بيزعجه. ولما بص وراه شاف خيال طويل بشكل مستحيل ماشي وسط الضلمة بين الشجر. صحي تاني وهو مفزوع، وده خلى أنا تفكر يا ترى كوابيس واحد مجنون زي ده ممكن تكون عاملة إزاي. وهي بتفكر في نوعية الشخص ده وإيه اللي كان مستنيه لو ما كانتش الحادثة دي حصلت، رفضت عرضه بإنهم يستخدموا الإزازة سوا كقصرية حمام جوه العربية. بعد ما أمرته يفضل ثابت مكانه وما يتحركش، نزلت من العربية وحاولت تخلص بسرعة على قد ما تقدر لأنها عارفة الخطر اللي هي فيه. ديفيد ما ضيعش وقت وبدأ يتلوى ويتململ، بيدور على أي طريقة يستخدم بيها إيديه. لما أنا رجعت كان لسه مربوط، لكنه قدر يقفل الأبواب بالسنتر لوك علشان يمنعها تدخل. وهي مش مصدقة اللي بيحصل، راحت تجيب كرسي الأطفال اللي كان مرمي بره وبدأت تخبط بيه على شباك العربية بكل قوتها. ديفيد اتصدم من التحول ده في الأحداث، خصوصا لما خطتها نجحت. بعد ما كسرت الإزاز اتسحبت لجوه العربية تاني وشدت حزام الأمان بتاع كرسي السواق لآخره. تقريبا كانت هتخنق ديفيد تماما. وهو بيستعيد نفسه من الهجمة دي، هي بدأت تغطي الكسر اللي لسه عاملاه علشان التلج ما يدخلش جوه العربية من الشباك المكسور. ديفيد كان باين عليه كأنه نام لما هي بدأت تبص على الصور اللي في موبايله، واتصدمت واترعبت من اللي شافته. طلع انه كان بيراقبها من فترة طويلة جدا، واخد لها عشرات الصور ومسجل فيديوهات ليومها العادي. اكتر حاجة ازعجتها انها شافت بنتها ايلا في كذا صورة، وهما الاتنين ما كانوش واخدين بالهم من الخطر المتربص بيهم. وهي لسه مستغلة النومة بتاعت خطيفها، انا كملت تدوير على اي ادلة تانية، ولقت في الآخر علبة التذكارات اللي لقت ديفيد بيحتفظ فيها بسجلات ضحاياه اللي فاتوا، كلهم بنات صغيرين في السن. لما ديفيد صحي سألته بقاله قد إيه بيراقبها وليه اختارها هي بالذات. ببرود وخبث كالعادة اشتكى انه بيضطر يسمع نفس السؤال ده كل مرة، وشرح لها انه ما شافش فيها اي حاجة مميزة، مجرد فرصة مناسبة. كونها مهاجرة وام وحيدة، كان عارف ان اختفائها مش هيتم التحقيق فيه بشكل دقيق. التفصيلة الوحيدة اللي خرجت عن خطته كانت تدخل فينس اللي تقريبا بوظ كل حاجة. لما انا سألته عن العدد الاجمالي للضحايا بتوعه، حاول يتظاهر باللامبالاة وكذب وقال انه عمره ما كلف نفسه يعدهم، لكن هي ردت عليه بسخرية وقالت ان مجموعة الورق دي احسن دليل على انه بيهتم بالاحصائيات والارقام دي. حاول يهرب من السؤال برضه بانه يصدمها، وقال ان واحدة منهم كانت حامل، وسألها اذا كان المفروض يحسبها واحدة بس ولا 2، وهي غضبانة اكتر واكتر. من بروده انا بدأت تقرأ كل الاسماء بصوت عالي وهي بترمي كل ورقة في وشه. اسم كيسي بيكرمان كان أول اسم هو عرفه على طول، وشرح إن دي كانت أول واحدة. في الوقت ده كان لسه بيختبر حدوده وبيتعلم عن سيكولوجية الستات. المقابلة نفسها كانت ضربة حظ، لأن كيسي كانت محتاجة توصيلة وهي اللي شاورت له على الطريق. الأدلة المزيفة كانت منتشرة في العربية، الدبلة واضحة في صباعه، وهو كمل التمثيلية وعمل نفسه مش عاوز يساعدها قوي. شافها وهي بتبص على كل ده وبتحسب المخاطرة في دماغها قبل ما تاخد القرار الغلط. بعد ما استنتجت ان ديفيد شخص مش مؤذي ومفيش منه خطر، ركبت العربية وهي مطمنة من غير ما تشوف السكينة اللي كانت محشورة جنب رجله. الاتنين اتكلموا عادي شوية وهي ما شكتش في اي حاجة، لحد اللحظة اللي هو كمل فيها طوالي وعدى الملف اللي كان المفروض يدخل فيه. اتحجج بأي كلام عن الزحمة وهي عملت نفسها مصدقة، لكن الجو اتغير بشكل ملحوظ. كيسي وقتها بدأت تلعب ألعابها هي كمان علشان تخدعه، وبدأت تخترع كل أنواع الحجج علشان تنزل من العربية. بسرعة الوضع بقى لا يحتمل، وبدأت تصرخ وتترجاه يسيبها تنزل وتهدده إنها تكلم الشرطة أول ما تلاقي فرصة. ديفيد مسكها من رقبتها وطلع السكينة وخرس صريخها بمنتهى الوحشية. رغم اللخبطة والتنفيذ اللي ما كانش مثالي قوي، كان فخور جدا بأول جريمة ليه. بعدها اضطر يستخبى كام شهر لأن كيسي طلعت بنت قاضي، وهو ما كانش يعرف المعلومة دي من الأول. ده خلاه يفكر أحسن بعد كده وهو بيختار أهدافه، وبقى بيحاول يركز على الستات اللي مش مهمين قوي ومحدش هيسأل عليهم. أنا كانت قرفانة جدا من الحكاية دي وسألته ايه اللي ممكن يوصل بني ادم انه يبقى وحش بالشكل ده. ديفيد بدأ يضحك لما هي رصت له قائمة بالاسباب الكلاسيكية المعروفة، لكن تصرفاته اتغيرت تماما اول ما جابت سيرة مشاكله مع امه. كان واضح جدا ان ده هو جذر مرضه النفسي وعقدته. بذل مجهود كبير علشان يغير الموضوع، وعلشان يثبت انه ممكن يلعب دور الدكتور النفسي هو كمان بدأ يتكلم عن جواز آنا من فينس، وراهن ان ده ما كانش اول راجل عنيف في حياتها. وهي زهقانة من كلامه وهو بيتريق على معاناتها، راحت لازقة بقه بحتة شكرتون. وبعد شوية وقت غلبها النوم وصحيت فجأة وهي مفزوعة. الصوت التقيل بتاع الخبط ده كان حوالين العربية تاني، وما كانتش قادرة تحدد هو ايه بالظبط.
ديفيد كمان بقى متأهب جدا، وبعدين اتخض خضة جامدة لما الحاجة دي نطت فوق العربية. أنا كمان اتفزعت. ودلوقتي المهاجم ده كان بيخبط على الإزاز اللي قدام بإيدين شبه إيدين البني آدم بشكل غريب. لما شافت إن الإزاز بدأ يتشرخ، أنا سمعت كلام همهمات ديفيد اليأسة، ودورت العربية وبدأت تضرب كلاكس بجنون. ده شكله خوف اللي كان فوق العربية ومشاه على الأقل دلوقتي. بعدها ديفيد بدأ يشتكي من الألم اللي في رجله، وأنا قالت له إن الجلد بدأ لونه يسود، ومن غير أي سبب يخليها تحس بأي شفقة ناحيته. قالت له إن لو العاصفة فضلت مستمرة كده، فقدان رجله ده هيبقى أهون مشاكله. وهي بتبص على خريطة المنطقة، حسبت إنهم لازم يكونوا في نص محمية طبيعية، وبدأت تحكي له أسطورة الروح الشريرة اللي بتسكن المكان ده. ديفيد كان بيصارع علشان يبان انه مش مصدق، لكنه اتهز جامد من تفصيلة الاحلام لما هي قالت ان دي اول علامة على ان الشخص ده خلاص الكائن الشرير هيمتلكه. واللي زود الطين بلة ان النور قطع فجأة في نص الحكاية، لان بطارية العربية كانت فضيت خالص اخيرا. وبعد ساعات البرد كان قارس لدرجة ان انا كورت نفسها جنب ديفيد علشان تستمد دفى من حرارة جسمه، وهي طبعا رفع السكينة في حالة لو حاول يعمل أي حاجة. قال لها إنهم لو ناموا تاني مفيش أي فرصة إنهم يصحوا. أنا فضلت إنها تفضل متفائلة، وقالت إن العاصفة الثلجية هتعدي قبل ما ده يحصل. وهو حاسس بالأسوأ، ديفيد بدأ يتكلم عن طفولته الصعبة، وادعى إنه كان يتمنى يكون شخص مختلف، لكنه عارف إنه ما يقدرش يتوقع شفقة من حد. وهي كمان فتحت قلبها وحكت إنها اتربت في ملجأ أيتام، واتبناها أب كان بيعتدي عليها باستمرار. لفترة طويلة ما جالهاش الشجاعة تبلغ عنه غير وهي عندها 15 سنة، وحياتها بعدها دخلت في دوامة من الرذائل والجرائم والسكة الوحشة. لكن كل ده انتهى لما بقت أم، وقررت تدي بنتها كل حاجة هي اتحرمت منها. ختمت حكايتها بإنها قالت لديفيد إنه مفيش أي طريقة يقدر يبرر بيها كل الفظائع اللي عملها، ومهما قال دلوقتي مفيش أي حاجة هترجع أرواح الناس اللي هو موتهم. الكلام ده برضه شكله ما أثرش فيه قوي، وبدأ يتكلم عن إزاي البرد بيخلي كل حاجة أضعف، بما فيهم اللزق اللي كان ربطه لحد دلوقتي. وفي حركة سريعة حرر دراعه اليمين وخطف السكينة لنفسه وانقض عليها، وبعدها وهو بيهمس في ودنها وعدها بعذاب من نوع خاص، وأقسم إنه بعد ما يخلص منها هيروح لبنتها كمان. أنا ردت على كلامه بغضب شديد، والاتنين فضلوا يضربوا في بعض لحد ما سمعوا الحاجة دي تاني، واللي أخيرا كسرت الإزاز اللي قدام. ديفيد تقريبا ما كانش مصدق نفسه لما شاف قرون الغزالة بتظهر في نص العاصفة الثلجية. الشر والحقد اللي جواه بدأ يختلط بتأثير الروح الشريرة، ومسك أنا جامد. هي ما قدرتش تفلت منه غير لما قلعت الجاكيت، وبعدين اديته خبطة مظبوطة برجليها رميته بره العربية. ومن سخرية القدر، الملجأ الوحيد اللي ممكن يحميها دلوقتي كان نفس شنطة العربية اللي حاربت بكل قوتها علشان تهرب منها قبل كده. بصت لصورة بنتها وعدتها انها مش هتنام، لكن كان بيبقى أصعب وأصعب عليها انها تفضل مفتحة عينيها. الدنيا كانت ليلت تاني لما جين الموظف اللي كان في المطعم في الأول عدى من المكان ولقى المشهد الغريب ده. جاكيت أنا كان مرمي في التلج جنب حاجة شبه كومة أحشاء، وأصوات غريبة كانت جاية من ناحية الغابة. فتش العربية علشان يشوف لو ممكن يلاقي حاجة، ولحسن الحظ لما بص جوه الشنطة لقى أنا كان باين عليها إنها ميتة وجسمها شبه متجمد. لكن رغم كل ده ولحسن الحظ أنا فتحت عينيها. وبينتهي الفيلم، ونتقابل في تلخيصة جديدة، وشكرا للمشاهدة.